لأول مرة خارج المدينة المنورة تستضيف الرباط عاصمة الثقافة الإسلامية أول فرع عالمي لمعرض متاحف السيرة النبوية والحضارة الإسلامية. تظهر معروضات المتحف التي تطلب إعدادها 17 سنة من البحث العلمي جمال أخلاق النبي محمد وكريم آدابه وسماحة شريعته، ويستعين المعرض بأحدث التقنيات الموجودة لتقريب الزائرين من الزمن الذي عاش فيه النبي الكريم. مراسلنا عزيز فتحي يأخذنا في جولة في رحاب المعرض المتميز. صلاتك ربي والسلام على النبي صلاة لها نور من البدر أبلج. على غير ما كان متوقعا، فاق عدد زوار معرض السيرة النبوية والحضارة الإسلامية 10,000 زائر يوميا، ويبلغ تدفق الزوار ذروته يومي السبت والأحد بما يناهز 20,000 لكل يوم. ويتزامن هذا التدفق مع حجز قائمة الانتظار للأشهر الثلاثة المقبلة بالكامل. من البدر أبلاج. لم نتوقع بهذا الحجم من هذا الإقبال الذي يتجاوز 10,000 زائر في اليوم الواحد. نظام المعرض هي عبارة عن جولات مع مشرف مرشد يكون مع دفعة تتكون من 25 إلى 30 زائر. تعاملنا مع جميع الدفعة ولله الحمد لله. لم يأتي زائر إلا استطاع الدخول وزيارة هذا المعرض المكون من 5 قاعات. يقدم المعرض خلاصة مجموعة من العلوم والمعارف عن السيرة النبوية وشخصية الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والقيم الناظمة للحضارة الإسلامية عن طريق معروضات قريبة من الواقع وأخرى صممت بالاستعانة بأحدث التقنيات المبتكرة. هي أفكار تسعى على أقدام متى شاء لها أهلها أن يفهموا سياقها وأن يقدموا عليها بذلك الفهم الكبير الذي يعني أن كل مقولاتنا وكل رؤانا الفكرية إنما مدارها هو الحراك والنشاط والحيوية التي تقول بأن المسلم يتصل ماضيه بحاضره بمستقبله في غير انقطاع. المشروع هو تحصين وتمنيع للشباب من كل هذه الانحرافات والمجموعات الضالة التي تقدم السيرة النبوية في صورة مغلوطة، وأنها تحصرها مثلا السيرة النبوية في المغازي لم تدوم إلا 6 أشهر، أما الرسالة النبوية فقد دامت أكثر من 20 سنة. يضم المعرض 20 قسما جميعها تحاول تقريب الزائر من شخصية الرسول وسيرته والفضاءات التي عاش فيها. هذا مجسم تقريبي لأعظم منبر صنع من الخشب نفسه الذي صنع منه المنبر الأصلي للنبي بمقاسات وأشكال تكاد لا تختلف عن تلك التي وردت في صحيح الأثر. يشتمل معرض السيرة النبوية على فضاء فراشه من حصى وسقفه من قصب وجدرانه من طين، حتى أن رائحة المكان تفوح بعطر الطبيعة، ويخيل للزائر أنه يقتنص بجوارحه لحظات تتماهى مع العهد النبوي. وقد زود المكان بمقتنيات ولباس وأثاث صمم ليكون أقرب إلى النسخة الأصلية. عاش البساطة، عاش القناعة، ولكن رغم يعني احنا البيوت اللي عندنا ما عندناش ديك القناعة، يعني هنا ياخدينا واحد العبرة وبكل خشوع. التعرف على حياة النبي الكريم وعلى القيم الحضارية التي حملتها رسالته الخالدة يتم هنا بمحاكاة لباسه وفراشه ومختلف أدواته، وذلك بالاستعانة بمواد طبيعية أصلية تشبه تلك التي استعملها النبي. كل ذلك يتم بالموازاة مع توظيف أحدث التقنيات لتقريب الأجيال الحالية من الفضاءات التي عاش فيها
خاتم الأنبياء والرسل. الحجرة هي هذا الفناء المكشوف في مقدمة البيت، ومساحتها قرابة 4 أمتار في 5 أمتار، وقد كان لها بابان. باب من الناحية الشمالية كان يخرج منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى البقيع وإلى جهات المدينة الأخرى. بالاستعانة بتكنولوجيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز، يجري التفاعل هنا مع فضاء الحجرة النبوية الشريفة، وكأن الزائر يدخلها، وكأنه يطلع على أبعادها وزواياها ويلمس تفاصيلها. متى كانت حجرة نبوية؟ كيف كانت؟ وكيف تحولت إلى قبر طاهر؟ وبأي طريقة؟ في تقنية نظارات الفي آر، بحيث الزائر يلبس نظارة الفي آر ويتجول كأنه فعلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه التقنية ندخل الزائر داخل الفي آر، داخل نظارة الفي آر، فيتخيل الزائر نفسه جزء من الحدث، جزء من القصة، كأنه فعلا انتقل بجسده وروحه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يتقدم بالسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن أمامه 3 حواجز بينه وبين القبر الشريف. ما كنتش فهمت بزاف مزايا كثيرة، تبعت فرت ليا كل حاجة، تبعت فهمت مزيان بزاف المسائل. شفنا داك الشيء مقرب لينا بزاف، وعشنا اللحظات بحال اللي رحنا في البيت النبوي، عشنا كل شيء وشفنا شي حاجه مؤثره. كنت العام الفايت في العمره، وليني ما شفناش دخلنا لقبر الرسول، ما شفناش كاين داك الحاجز اللي الستاره اللي بيننا وبينه. باقي اللي حدي الان مطاربين كاننا احنا دخلنا المسجد، كاننا دخلنا المسجد وعرفنا شي حوايج ما عمرنا ما شفناها، ولو اننا زرنا البيت مع شي حوايج ما عمرنا ما شفناها. 50 شاشة تفاعلية وظفت لسرد تفاصيل السيرة النبوية. استخدمت تقنية الهولوغرام لتجسيد مقتنيات كانت تستعمل زمن النبي. مجسمات تفاعلية مبنية على أبحاث علمية محققة. توظيف لتقنية الصوت والضوء لتقريب الزائر من معالم مكة المكرمة والمدينة المنورة وطريق الهجرة وحجة الوداع. ولأول مرة يستعان بشاشات سينمائية ثلاثية الأبعاد تروي سيرة النبي.